زيزو في الملاهي. النهاردة عيلة زيزو كلهم رايحين يقضوا يوم في الملاهي، وزيزو متحمس جدا. المشوار أخد وقت طويل، وأخو زيزو كان متعصب جدا لأن زيزو كان عمال يحرك ويفرك طول السكة، وكمان كان بيقاطعه كل ما يتكلم. لما وصلوا لقوا الملاهي زحمة جدا، والطوابير كانت طويلة قدام الألعاب. زيزو ما كانش قادر يستنى دوره، وكان عمال يجري رايح جاي يحاول يدخل في الصف عشان يركب بسرعة. واحد من الواقفين قال له ما يصحش كده، وماما اتضايقت وقالت له هنمشي فورا لو مش هتحترم الدور. تعال نفكر شوية في زيزو واللي عمله في الملاهي. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تتناقش مع مامتك أو باباك أو أي حد بتحبه وبيتفرج معاك على القصة دي. مين كان متعصب من زيزو؟ وليه؟ تفتكر زيزو كان حاسس بإيه؟ وليه كان حاسس بكده؟ هو أنت بتلاقيها حاجة صعبة إنك تستنى دورك؟ ممكن تحكي لنا عن مرة حسيت فيها إنها حاجة صعبة إنك تستنى دورك؟ إيه اللي حصل؟ تعالى نكتب أفكارنا عن كل الحاجات اللي ممكن زيزو يعملها عشان تساعده يستنى. إيه رأيك تبص عليهم وترسم دايرة حوالين الأفكار اللي ممكن تساعدك أنت كمان؟ هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في فيديوهات جديدة من يوميات زيزو.